بركان. الأجواء هستيرية بحضور عملاقي العاصمة الرياض، الهلال والنصر في ديربي من نار في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لعام 2023. أي أجواء لهذه المباراة التقليدية النارية. إذا التقى العملاقان ينسى ما سبق، والصورة شاهدة على ذلك. أزرق اللون وأصفر اللون حاضرين بكل الجنون. كل العالم بمختلف قاراته سيتابع هذا الديربي العالمي بين الهلال والنصر، مع التذكير وأن الهلال تأهل إلى نصف النهائي على حساب الشباب بعد الفوز عليه ب3 أهداف لهدف، والنصر تأهل على حساب الشرطة العراقي بهدف. طويلة من محمد كامل، سلطان الغنام، ميتشايل ما يعديش، تصوير غدارة. روبن نيفيز البرتغالي يضرب ولا يبالي. هذا هو روبن نيفيز. كرة كانت مرتدة من الدفاع. كادل، هذه كرة سالم الدوسري يعدي، وين الكرة بعيدة. سالم يسلم منه دفاع النصر، يشتكي من العشب. سالم الدوسري في أول اختراق لنجم التر عامري. العامري يا سالم الدوسري، كرة جول. ونواف العملاق، نواف مرة أخرى يقدم. انتظر أول هجمة لفريق النصر. بروزوفيتش والمخالفة، مخالفة ضد سافيتش ميلينكوفيتش. حرب النجوم في وسط الميدان. كرواتيا الصربية يوزع أليكس تايس لكن بعيد. قطر 2022 كرة خطيرة والحارس نواف العكيدي. مازال تايس رايعة منه ويضيع توازنه. أليكس تايس اللي طالب بمخالفة. الراية والتماس يعود لنادي النصر وإصابة البرازيلي أليكس تايس. إسكا رونالدو، كرة بالراس، نواس، التصويب من سيكو فوفانا وروبن نيفيز في التصدي. طويلة لساديو ماني، ميشيل يعدي، والحكم ماذا يقول؟ رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء. أي قوة في المراوغة للبرازيلي ميشيل نيفيز اللي يوسع، ونواف يكسب المخالفة. نواف مرة أخرى حاضر في العرين. مناوشات ما بين نواف العكيدي وخالد كوليبالي. يلعب مع السنغالي اللي يوسع، رائعة يا عويس، يا محمد يا عويس. مانويل نوير في العرين، العويس جابها. لعب بدايته كانت صعبة لكن الآن أفضل. مخالفة ضد كوليبالي لصالح فوفانا. يوسع رونالدو بالراس. سافيتش مرة أخرى، والركنية بتدخل العمري. طبعا إحدى نقاط عالية من البرتغالي، ومخالفة لدفاع النصر ضد خالد كوليبالي. أكبر فوز ذو البداية، حرب كبيرة في وسط الميدان. وهذا رونالدو يعود عليه سعود عبد الحميد. كرة خطيرة، رونالدو بالراس لكن خارج الإطار. كرة خيبري، التصويب لمحمد العويس. عبد الله خيبري كان خبير في هذه الكرة، يقتنصها على طول، والعويس
يشفط لسانتي جاني ماني يوسع وبرازوفيتش بقصية كرواتية ضاعت على نجم الكرة. برازوفيتش للمرة الثالثة في انتر ميلانو الإيطالي، كرة